اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه. اسفه جدا على ان انا بقالي فتره او بتقطع، يعني بيكون في كده فترات بين ان انا بنزل فيديو والتاني. بعتذر جدا على الموضوع دوت، بس غصب عني. شكرا لكل حد سأل عليا، شكرا لكل حد موجود معايا في القناه، مشرفيني ومنوريني. انا اسمي اسراء، ما تنسوش اللايك ويلا بينا. ديت مشتريات بصراحه ان شاء الله بامر الله يا رب تعالى لرمضان. الحاجات دي انا كان نفسي فيها جدا 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 بقالي فتره كبيره، مش عشان رمضان بس، انا كان نفسي فيها في حياتي بصراحه. بس فحبيت ان انا اجيبها اقول لكم الاسعار طبعا. يلا بينا نصلي على الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. كل سنه وحضراتكم طيبين. يا رب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم امين. يلا بينا ندعي لجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، الحاجات دي انا من عشاق الحاجات ديت، الفخار، القلل، الطواجن، الحاجات دي انا بصراحه بعشقها عشق. فانا كنت في مشوار كده، فلقيت واحده ست، ربنا يا رب ييسر لها الحال يا رب ويسهلها لها كده، لقيتها بتبيع الحاجات الجامده ديت. فطبعا قله، فيعني لازم اجيب قله. كان عندها زير والله، بس انا لو عندي مكان للزير احسن بقى من الكوليدير والكلام ده كله خالص. يعني عارفين ده بقى سقع طبيعي، خصوصا في الايام اللي احنا فيها دي، فهتلاقي تلاجة موجودة عندك. فالقله ديت طبعا احنا كنا بنشرب منها زمان، فاكرين طبعا احنا الايام ديت. فطبعا الايام دي كلها خير وبركه والله العظيم، وفعلا صحيه اكتر من 100 فلتر. القله والزير الميه فيهم بتتفلتر طبيعي، والسقعه اللي فيها طبيعيه، ما تاذيش جسمك ابدا. واحسن، معلش اعذروني، اصل حاطه قهوه على البوتاجاز، فكل شويه برجع ابص عليها خايفه تفور. فاحسن من 100 قهوه، احسن من 100، يا رب استغفر العظيم يا رب، اللهم ذكرني، احسن من 100 فلتر، احسن من 100 ثلاجه الميه فيها ساقعه وطبيعيه ومفلتره طبيعي. فحبيت ان انا اجيبها علشان احطها في الثلاجه، خصوصا اليومين دول الميه هتبقى تلج فيها، انا عارفه حاجه زي كده. بس بيبقى طعمها لذيذ جدا، طعمها طعم الميه في القله. والله والله الناس اللي ما جربتش فايتها كتير قوي. الميه في القله طعمها ألذ من 100 ميه معدنيه و100 ميه من الفلتر. فحبيت ان انا اجيبها، وان شاء الله لو نزلت عديت عليها تاني هجيب تاني قله او قلتين كمان. في ايه تاني يا اسراء جبتيه؟ جبت بقى الصينيه الفخار دي. ثواني هصب القهوه وهرجع لكم. تعالوا اشربوا معايا القهوه. خليها بقى كده على جنب، وخلينا نشوف القمر دي، بس نشيل دي على جنب كده عشان لو ايه، لو حصل لها حاجه بصراحه هزعل. بصوا بقى، شايفين العسل دوت؟ انا بصراحه جايباه عشان عزومات ان شاء الله بامر الله يا رب تعالى، لو لينا نصيب ولينا عمر نعيش لرمضان بامر الله تعالى. فجبته علشان خاطر بقى لو ان شاء الله حد جالي في رمضان، الكلام ده كله، حتى لو لينا احنا في البيت صينيه بطاطس، طاجن ورق عنب، فاهمين انتوا الطواجن، طاجن مسقعه، طاجن، اي طاجن. لو الناس اللي بتعمل رز معمر وعندها عزومه كبيره، ده هياخد مثلا بتاع 2 3 كيلو رز. على فكره حجمه كبير ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. وبصوا خامته تحفه. الطاجن دوت ب50 جنيه. ده كان اكبر طاجن عندها او اكبر صينيه، هو صينيه طاجن كبير ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. فدوت بقى عايز محاشي بقى، عارفين الطواجن، طاجن باميه بقى بالعكاوي، طاجن باميه باللحمه الضاني، عارفين الحاجات اللي هي عايزه فخار، فهي فخره، فعايزه فخار من الاخر بصراحه. اقسم بالله انا اول ما شفته، عارفين، وقفت بلمت قدامه، لا انا عايزه من ده. الحاجات دي انا كان نفسي من زمان جدا اشتريها، بس ما كانش بيصادف ان انا بقابل حد، ولو قابلت ما بيبقاش الوقت المناسب ان انا اجيبها. فاللهم لك الحمد، يعني سبحان الله، هي تدابير ربنا، تدابير من عنده. بيوفقنا. انا كان عندي طاجنين، 2 طاجن بس، كانوا حجمهم كده، يمكن شفتهم معايا في الفيديوهات. بس بصراحه اتكسروا، الاتنين اتكسروا. بقالهم سنين عندي على فكره، بقالهم 8 سنين عندي، 8 سنين واتكسروا، اللهم لك الحمد. ايه ده، انا لسه اول مره اشوف الحته دي، مش عارفه هي دي كده عادي ولا لا.
بس لو كده عادي هبدله. لو اكتبوا لي كده في التعليقات هو ده طبيعي ولا لا، لان انا اول مره اشوفه، فلو كده هبدله منها. هي قالت لي لو فيها اي حاجه هاتيها لي. ده بقى طاجن كده صغنون شويه، انا مش عارفه المفروض ليه غطا ولا ايه، لاني اعرف اللي ليه بتاعات من الجنب ده بيبقى ليه غطا. فالطاجن ده بقى ده ب35 جنيه، ده ب50، والقله ب10 جنيه. اهي القله، شفتوا؟ والله فرحانه بيهم جدا جدا جدا، مبسوطه بيهم. وهي قالت لي دول ما بيتحرقوش، لان انا طبعا اللي كان عندي اتحرقوا، يعني حرقتهم في الفرن وكده، لكن ده قالت لي لا هو محروق جاهز ما تحرقيهوش. بس طبعا هيتغسل غسله محترمه كده ونظيفه. ده بقى دوت بقى، يعني عارفين طاجن كوارع كده، طاجن عكاوي، طاجن لحمه، عارفين الحاجات الحلوة دي. طاجن تورلي، الحاجات ديت. فانا مستنية بس اعمل الحاجات دي والله عشانهم، يعني انا هعمل الحاجات دي علشان خاطر الحاجة ديت بس مش اكتر. بس الحاجة ترخص يعني ان شاء الله. بالمناسبة النهاردة سألت لكم على اسعار الفراخ عند مصطفى اللي انا كنت جايبة منه للاوردر بتاعي. لقيت عنده الفراخ ب76 جنيه، الوراك ب80 جنيه، البانيه ب150 جنيه، الأجنحة ب65 جنيه، الكبد والقوانص ب70 جنيه، ب70 أو ب80، والله مش فاكرة، ب80 قال لي أو ب70. بس فيعني انا قلت له يمكن انت ارخص سعر بالمقارنه في الاسعار اللي انا بسمعها بره. ب90 الكيلو الفراخ، ب70 وب80 وب85، فيعتبر هو كان ارخص واحد. بس انا والله لحد الان يعني ما كلناش لسه فراخ، اللهم لك الحمد. فايه يعني عارفين الحمد لله. حتى اللحمه اللي كانت عندي سعرها رخيص بقت ب150، والكبده البلدي ب150 برضك، والكبده اللهم صل على النبي، واللحمه اللحمه المفرومه برضك بقت ب150 برضو. انا جبت نص كيلو لحمه، نص في نص بصراحه، جبت نص لحمه في نص لحمه، بس ما جبتش فراخ خالص ولا كبده حتى. يعني كان المفروض اجيب النهارده كبده، فبصراحه جبتها ايه، مستورده. هي كبده وسجق مستوردين، ما جبتهمش بلدي. المستورده دي ب100، ومش فاكره والله السجق بكام، بس تقريبا في نفس السعر. ما كنتش حابه اجيبهم، بس هو زوجي اللي اصر علشان هو عايز ياكلها زي بتاعه العربيات. عارفين انتوا طبعا طعم ديت غير طعم البلدي، فاحنا مش هنجيب بلدي ونحسس لا احنا عايزين المعفنه عشان ايه عشان تبقى ايه نفس طعم العربيه. بس يعني فاللهم لك الحمد على كل حال في حياتنا، اللهم لك الحمد. دي كانت مشتريات رمضان مستنياها، بص عارفين مبسوطه بيها جدا، اللهم لك الحمد يا رب. 50، 35، ب10 جنيه، يعني ب95 الثلاث حاجات دول. اللهم لك الحمد يا رب، مبسوطه بيهم قوي قوي قوي. عرفوني لو عندكم الاسعار ارخص. انا في كمان في حاجه تانية انا طالباها بامر الله يا رب تعالى، لسه هجيبها كده ان شاء الله بامر الله على رمضان او حاجه. هبقى اوريها لكم اكيد بامر الله يا رب. سعرها ارخص بكتير، بس لما بجيبها هبقى اوريها لحضراتكم بامر الله تعالى. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش بقى ترفعوا الفيديو باعلى لايكات، وتشتركوا في القناه، وخدوا جوله كده في القناه. بعتذر على عدم انتظامي في تنزيل الفيديوهات، بس والله غصب عني كده. لما الفتره دي تعدي بامر الله على خير هعرفكم كل التفاصيل بامر الله تعالى. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامه.